إيه الدليل على صحة الكتاب المقدس اللي في إيدينا النهاردة؟ وليه إحنا بنثق فيه؟ والحقيقة الإجابة على السؤال ده ممكن نفكر فيها بوجهتين نظر، الأولى تاريخية والتانية عملية. تاريخياً كل المخطوطات اللي خاصة بالكتاب المقدس راجعة لسنة 70 و80 ميلادياً، يعني المخطوطات دي اتكتبت بعد قصة المسيحية وقصة المسيح يمكن ب70 أو 80 سنة، في حين إنه قصة مثلاً زي قصة الإسكندر الأكبر أول وأقرب مخطوطة ذكرتها بعد الإسكندر الأكبر ب300 سنة. فيبقى حاجة غريبة علينا إن إحنا نثق جدا في كل التاريخ المكتوب عن الإسكندر الأكبر رغم إنه المخطوطات معدي عليها مئات السنين، وما ثقش في الكتاب المقدس اللي أقدم مخطوطة ليه كانت تقريبا حصلة بعد الأحداث ب50-70 سنة. وبرضه مش شيء منطقي إن أنا أقدر أقول إن الكتاب المقدس تم تحريفه، لأنه كمية المخطوطات عديدة جدا وكانت منتشرة في العالم كله. فلو هقول إن الكتاب المقدس اتحرف، فمين اللي حرفه؟ وحرفه سنة كام؟ ومين قدر يلم كل النسخ المنتشرة في العالم كله ويحرفها ويلمها في نفس الوقت ويرجع يوزعها تاني على العالم كله وهي محرفة؟ المقصد هنا إنه فكرة تحريف الكتاب المقدس فكرة مش منطقية أساساً، بل تاريخ وأسلوب الكتابة بتاعت مخطوطات الكتاب المقدس كلها بتزود ثقتنا في النسخة اللي موجودة في إيدينا النهاردة. أما وجهة النظر التانية هي عملية بحتة، وهي إيه تأثير الكتاب المقدس على قراءه؟ يعني مثلا لو أنا قلت لك إني أعرف دكتور شاطر، هتقول لي إيه دليلك على إن الدكتور ده شاطر؟ هقول لك ببساطة لأن أنا كنت مريض وخلاص على وشك الموت، ولكن الدكتور ده أنقذني من الموت، فخبرتي مع هذا الطبيب هي أكبر دليل على إنه دكتور شاطر. بنفس الطريقة بالظبط هي تأثير الكتاب المقدس على الناس اللي قروه. لما بنشوف ناس حياتها اتغيرت 180 درجة، مجرمين ولصوص وزناة وعصاة، حتى ناس مكتئبة، وإزاي واقعهم بيتغير 180 درجة بسبب المكتوب في هذه الكلمة. ده بيخليني أثق أكتر في تأثيرها الفعال على حياتي وعلى حياة كل اللي قروها. ده يخليني أشوف الكتاب المقدس إنه مش مجرد كلام حبر على ورق، لكن كلمات غيرت حياة ملايين الناس على مر العصور ومر التاريخ، كلمات بتحمل قوة الشخص اللي نطق بيها، كلمات عايشة فيها حياة لأن اللي نطق بيها هو رب الحياة. التاريخ مليان عن قصص ناس بسبب المكتوب في الكتاب المقدس حياتهم اتغيرت تماما، لدرجة إنه الناس النهاردة بتعتبرهم قديسين وكأن تاريخهم الأسود كله اتمحى. باختصار الإنجيل بيعلن عن منظور كامل للحياة. لما أبص من هذا المنظور على كل حاجة في حياتي وأجرب أعيش زي ما هو مكتوب، ولاقي فعلا ان المكتوب ده فعال وبيغيرني وبيعمل فيا حاجة فعلا، أظن ده هيبقى أكبر دليل على إنه الكلمة دي كلمة الله الصادقة الحقيقية، وهيبقى عندي دليل من حياتي اللي أنا بعيشها إني أقول إن الكلمة دي جديرة بالثقة، لأنها ببساطة تنفع كل الناس في كل الأزمنة وبتتعاش.